السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. كشف أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة حسين الشحات لاعب الفريق خلال مواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: إصابة حسين الشحات ارتجاج في المخ، ونقل اللاعب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من حجم الإصابة، وسيجري الكشف عن كل شيء يخص إصابة اللاعب في بيان رسمي. وكان الجهاز الطبي للنادي الأهلي قد قرر نقل اللاعب للمستشفى من أجل الإطمئنان على صحته بشكل أكبر، خاصة أن اللاعب لم يكن في اتزانه الطبيعي عقب سقوطه المرعب. ألف سلامة على لاعب النادي الأهلي حسين الشحات.